الشعر طبعا شايفين. كنت بفكر في فكرة كده مؤخرا، ليه الوقت بيجري بسرعة؟ ليه دلوقتي الحياة بسرعة جدا؟ في لحظة بتلاقي من كام سنة كان في 2020، احنا داخلين على 2026. وبالصدفة لقيت حد بيتكلم في بودكاست عن الموضوع ده، جاب شوية نظريات يعني حابب أشاركها معاكم. أول حاجة هو كان بيتكلم عن إن السبب إن الوقت بيجري بسرعة أو أنت حاسس إنه بيجري بسرعة، مفيش حاجة اتغيرت، كل حاجة زي ما هي، والغير هو ذهنك أو طريقتك في التعامل مع الوقت. مخك هيفتكر حاجات مش بتتكرر كتير أو مش عادية، زي مثلا أول يوم جامعة، أول مرة تسوق عربية، الصيف اللي كنت بتسافر شرم الشيخ أو دهب أو أيا كان تصيف فيه. بس لو قعدت تعمل روتين بشكل مستمر هتلاقي مخك مش هيفتكر، هتلاقي كل الايام زي بعضها. يعني مثلا انت كل يوم بتروح الشغل تاخد نفس الطريق، بس في مره لقيت حادثه على الطريق فانت هتفتكر اليوم ده، فبالتالي اليوم هيكون على المدى البعيد هتحس ان الايام مش شبه بعضها. في يوم معين ما مشاش بسرعه زي باقي الايام لان حصل فيه حاجه مختلفه. فبالتالي اللي عايز اوصله من النقطه دي، بدات اعمل الموضوع ده مع نفسي لان بحس ان الايام بتجري بسرعه جدا. انا دلوقتي عندي 26 سنه، مخي وقف وانا عندي تقريبا 20 سنه 21 سنه. بعد كده كل حاجه بتجري بسرعه، كبرت، اتخرجت، اتجوزت، كل التفاصيل دي كلها، بس بدات اعمل حاجات مختلفه بخصوص الموضوع يعني عشان احس بالايام اكتر، احس بطعم الايام اكتر. بقيت بحس ان انا بقيت عامل زي الروبوت اللي بروجرامد بس ان هو يشتغل ويعمل كل حاجه زي ما المفروض تتعمل. حاجه من الحاجات اللي بدات اعملها هي اني مثلا الطريق اللي باخده للشغل كل مره جربت اخد طريق مختلف يوصلني نفس المكان. اكيد في طرق مختلفه كتيره. حاجه بسيطه جدا كنت بعملها كتير، ان انا لما اجي اكل سواء في الشغل او في البيت لو مش قاعد مع حد بشغل فيلم، بشغل حاجه، جربت اقفل الموبايل واستمتع بايه المختلف المره دي في الاكل. بستمتع بالحاجه بطريقه مختلفه، مع ان في حاجات مش شرط انك تستمتع بيها. يعني انك تاكل بيض كل يوم اكيد مش حاجه جميله ان الواحد يتمتع بيها، بس حاجات بسيطه. القهوه اللي بتشربها مثلا، المره دي والله انا هجرب حاجه مختلفه، هجرب قهوه مختلفه. فبالتالي الحاجات البسيطه ديت لما تركز هتلاقي ان الوقت بدا يبطأ، هتلاقي بدات تستمتع اكتر بالحاجه، هتلاقي الايام مش بتجري، اكتئابك قل شويه، لان احساس انك طول الوقت بتجري، احساس انك طول الوقت بيجري منك، حاجه كئيبه. بتحس انك انت بيفوتك كتير، بتحس انك انت ممكن كمان يكون غيرك سبقك، بس هو غيرك ده بيوريك بس اونلاين الحاجات اللي هو عايزك تشوفها، ما بيوريكش باقي الحاجات. فالحاجات البسيطه دي ساعدتني. فبالتالي الشخص اللي كنت بسمعه في البودكاست عمل منشن لكم كوت كده، كم كلمه من الناس اللي هم الفلسفرز بتوع زمان، يعني نيتشه وكذا حد. كوتس اللي خلتني افكر شويه في الامور بطريقه مختلفه. فان جوخ، يعني الراجل اللي بيرسم ده، انتوا عارفين يعني. قال الايام التي تتشابه تضيع من العمر. ودي فكره مخيفه جدا، يعني ان الواحد ايامه تكون شبه بعضها والايام دي بترجعش، واليوم في 24 ساعه نقول انك بتنام منهم، لو انت يعني شخص بتنام كويس 8 ساعات، ودي صعبه جدا، وانت هتشتغل لك مثلا 12 ساعه ولا 10 ساعات، يعني ضاع منهم حبه محترمين. فانت يومك دلوقتي متبقي فيه ايه؟ فاهم؟ فانت ما عندكش حل غير انك تغير الحاجات البسيطه اللي انت بتعملها كل يوم. يعني مش بقول لك غير حياتك بقى زي ما كنت بقول الكلام ده كله، طبعا اللي يقدر يعمل حاجه يعملها، بس بقى عندي نظره مختلفه في الامور دي، ان مش سهله انك تقول لحد غير حياتك، لان انت ممكن تكون دلوقتي في مكان احسن، ممكن تكون دلوقتي جسمك اتحسن، ممكن تكون فانت سهل عليك تقول الكلام ده. فبالتالي الشخص اللي بيسمعك او بتقول له حاجه هو هيعمل اللي انت فيه دلوقتي، مش بيعمل اللي انت عملته لما كنت في مكانه. نرجع يعني لموضوع الوقت. الايام اللي بتضيع دي صعبه. واللي محسسك ان الايام بتجري زي ما قلت هي السوشيال ميديا. يعني كل حاجه دلوقتي بقت تايم لابس، كل حاجه دلوقتي بقت متسرعه، كل حاجه دلوقتي حتى الناس بتتفرج على فيديوهات اليوتيوب بتسرعها
2x و 3x عشان لسه هنتفرج ولسه فيمكن وقتك اللي بتتفرج على الفيديو ده ممكن تكون تقدر تقفل اليوتيوب وتروح تتكلم مع اي حد من اللي حواليك، اساله سؤال وابداوا يعني موضوع مثلا مختلف. يعني مثلا والله لو انت كنت اتولدت في عالم غير اللي احنا فيه ده او في زمن غير اللي احنا فيه ده، كنت اول حاجه هتعملها مثلا، فيقول لك والله مش عارف كذا كذا، او قول لي انت النهارده عملت ايه في الشغل، والله ما عملتش حاجه، هو نفس اليوم رحت ومش عارف وجيت ومش عارف ايه، بس النهارده حصل حاجه غريبه وانا ماشي في الطريق شفت واحد عربيته مش عارف حصل فيها ايه، ما وقفتش اساعده ليه. الكلام ده هو اللي بيحلي طعم الايام من وجهه نظري، وبيقوي العلاقه ما بينك وما بين الشخص اللي بتتكلم معاه، لان مش ده العادي. ما حدش بيجي يفتح موضوع زي كده، ما حدش عاد بيجي، ممكن الناس بتتكسف، ممكن مش عارف ايه، بس انك تروح تفتح موضوع غريب مع حد انت بتشوفه كل يوم، ممكن يضحك عليك ويقول لك ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، انت مالك فين النهارده، شارب حاجه ولا جاي. بس ديب داون يعني جوانا احنا اظن احنا مفتقدين الحاجات دي، مفتقدين ان حد يتكلم معانا في مواضيع اعمق من الحياه، لان الباقي بقى ممل قوي. يعني في حاجات كتير قوي لاحظتها في مصر، غير طبعا الحاجات اللي هي بتاعت البلد. انا البلد حبيتها جدا وما شفتش فيها مشاكل كتيره، انا كنت عارف هنزل على ايه. بس الناس تكون قاعده في قهوه مثلا او حاجه، قاعد مع اصحابي، القعده جميله جدا، والقعده دي انا ممكن ادفع فيها فلوس كتير جدا عشان اعملها كل اسبوع ولا حاجه يعني. بس ساعات بيبقى الناس قاعده من كتر الملل قاعده على التليفون، ما احنا هنعمل ايه يعني، ادينا هو قاعد كل واحد قاعد على تليفونه. فده كان بالنسبه لي منظر كئيب جدا، فكنت بحاول على قد ما اقدر اللي قاعد معاه بحاول افتح معاه موضوع هو ممكن ما يكونش اتكلم فيه قبل كده، او ممكن ما يكونش فكر فيه بطريقه مختلفه، او ممكن يكون فكر فيه بس ما اتكلمش مع حد بصوت عالي. المواضيع دي جميله، فبالتالي انت بتقوي العلاقه ما بينك وما بين الشخص ده هيثق فيك ان هو يجي يتكلم معاك في حاجه هو ما اتكلمش فيها قبل كده، فالعلاقه هتقوى، فهتكون العلاقه جميله. فدي الحاجات اللي بتسرع الوقت او بتبطئ الوقت، او بتحسسك ان الايام ليها طعم، لان كل ما الوقت يجري كل ما الايام بتضيع، ودي حاجه فكره مخيفه على كل الناس. عليا انا شخصيا الوقت اظن هو اكتر، يعني اذا الواحد بيتمنى ان هو يبقى غني او يبقى معاه فلوس كتيره، او يبقى بالنسبه له الفلوس مش مشكله وبيعمل كده عشان يشتري الوقت. انا نفسي اشتري وقت اقضيه مع الناس اللي بحبها، نفسي اشتري وقت اعمل حاجات مختلفه، نفسي اروح اتعلم لغات مختلفه، نفسي اروح اعمل كده. عارف ان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها، بس كل ما المسؤوليات بتزيد كل ما بتحس ان الفلوس دي مكانها في حاجه اهم، تمشي الدنيا وتساعد الدنيا وتكبر من نفسك وتساعد اللي حواليك والكلام ده كله.